أول تعليق من والد الفنانة أنغام بعد خبر إصابتها بالسرطان، وقال اللي بيحصل ده مهزلة. بعد ما نفى الموسيقار محمد علي سليمان والد الفنانة أنغام أخبار رددت في الساعات اللي فاتت عن إصابتها بسرطان الثدي وسفرها إلى الخارج لتلقي العلاج، وأكد إن ما تم تداوله في هذا الشأن مش حقيقي، وإن كل الأخبار اللي اتداولت في الساعات اللي فاتت مجرد إشاعات وليس لها أساس من الصحة، ووصف الأمر بالمهزلة. وقال في تصريح خاص لجريدة المصري اليوم مفيش أي حاجة من الكلام ده، أنغام بنتي بخير الحمد لله ومتواجدة في مصر حاليا، ولا صحة لما يقال عن سفرها خارج البلاد. وكمان كانت بتحيي أنغام حفل افتتاح مهرجان العالمين في نسخته الثالثة بحضور جماهيري كبير وفي ليلة غنائية استثنائية، وده أكبر دليل يثبت إن هي بخير وصحة وسلامة. أشوفكم في فيديو جديد وخبر جديد.